ثم ملك تخلى عليه وزير ونهار يضرب في يد على يد ودلوح في راسه. اش بيك؟ قال له يا وزير. قال له يا سيدي سمعت اليوم كيف ما يقول الجزيري واحد المغربة. اشنية هالمغربة؟ قال له سمعت بواحد قالوا يبيض في العظم. شنية يبيض في العظم؟ لا هو دجاجة. وتلفت للدايرة قال لهم تسمعوا فيه يا جماعة؟ قالوا يا سيدي حتى احنا في علمنا بان النازلة هذه. شو انتم زادة؟ قام واحد قال يا سيدي موش شوية راهو. قال لك كل يوم يبيض قرطلة عظم، قرطلة كاملة، لا عظمة لا اثنين. قال شيء، كل يوم يتك على فرد جنب يسرسب عباية قرطلة عظم ويقوم يتلحس. عجيب، وينو هذا؟ قالوا هاكم موجود في البلاد. قالوا بعثوا جيبوه في العين توا. مشات الطامة والعامة جابته، دخل قدم وخر عطاك السلطة وقف يستنى. قال له انت يا سيدي اللي تبي في عظمه؟ قال له نعم يا سيدي انا هو. وقرطلة؟ هي نعم يا سيدي. قال له قرطلة كاملة كل مزرق شمس. كيفاش؟ قالوا هو يتصل منه هذا؟ هذه ما يقبلهاش العقل. قال له ما لا يا سيدي نحكي لك شنو النازله، راهي غريبه وتعيط عليا. احكي. قال له جيبوا له كرسي اقعد. نعم. قال يا سيدي انا فلاح، خلاو لي جدود الله يرحمهم طبيبه ارض، كل عام نزرعها شويه شعير وشويه قمح. اليوم يجي جمعه انا نحرث وسكت المحراث وحلت في حاجه. احفرت لقيتها واحله في حجره، هيا خلصتها. ومنها قلت الحجره هذه قالت لي هوني الواه اين نقلعها بكل. وبديت ندور بها في الحفير حتى تعرات هزيتها، واذا به لقيتها مغطيه حاجه اخرى. بديت نحفر حتى خرجت بقال شريبيه صغيره هاك اللي يقولوا مخفيه، كيف هاك اللي بيحالنا التمار ومليانه بالرايب، فمها مطين بالرماد. نزلت على هاك الرماد هذاك بموس قلعته، واذا به يا سيدي قابلني شيء اصفر يلمع يخطف الانظار. قلبتها في حجري، هبطت منها حفنة لويس، حسبتهم 30 كعبة، وهي مخيفية صغيرة ما ترفعش أكثر. قلت الله الله طعمني ربي، هذوما نهار السوق نهبط للبلاد نشري بيهم زويز بقيرات. ومنها قلت لا من كبرش كرشي، المراه اليوم قداش من شهر وهي تمرج فيا، حويجاتها تهرات تحب تبيد جديدة، وماذا بها شاهية مقياس. ما لا نقصهم انا وياها 15 كعبة ليا نشري بقيرة، و15 لها هي تدبر بهم راسها. لكن يا سيدي كأنه منهمزني، جات حاجة في راسي، عاودت حفرت ورجعتها كالمخفية هذيك لبقعتها ورديت عليها التراب، وقعدت نحرث على نفسي. كيف عشات العشية فكيت ورميت المحراث على البغل وسقته قدامي وروحت. حطيت البغير في بقعته، هاي كبيت الدجاج رميت لهم طرف جلوالة مشكارة. ومن دخلت لبيت الدجاج رميت لهم العلفة وطليت على التركينة اللي بيضوا فيها، لقيت فيها حار عظم، هزيت منهم عظيمة رميتها في مكتوبي وخرجت. اي طاح الليل دخلت المرأة العشاء، قعدنا تعشينا، اسهرنا شوية وقمنا حصلنا الفريش، والعظيمة بقي عندي. المرأة بدا يجر فيها النوم وانا صحت، فاقت ملعوطة لاباس على سيدي شبيك؟ قلت لها كرشي.
هذا يمكن ريح وقف لي. أحيت يا ربي مش نموت. قامت تجري تهرس لي في طرف كمون، هي تهرس وأنا نزيد نصيح، حتى وليت نقول يا رسول الله يا محمد يا علي. قالت شنو يا رسول الله يا محمد علي يا أخي تطلق كان مرة تطلق. قلت لها حتى أنا الظهر نطلق. وبديت نتعثر ونتقهر وعيط للسماء وعيط للوطاء، ومنها صحت صيحة واحدة وقلت هيه يا أخي من حيان يقتل مقتلني. شوف يا مراه، شوف شنو هذا اللي تحتي. مدت يدها خرجت عظمة. قالت شنو هذا؟ قلت لها استر مستر الله. بضت عظمة هايك، شو صعب على ربي. لكن قلت لها الراجل شكون يكمل سره؟ ما ثم الا مرته، والحمد لله اللينا ما بعدنا حتى حد. ابا اسمع، هوني هالنازله هذه ماتت. قالت يوه يزي يا راجل بلا هبال، هذه هدرة تقالة. لكن مسكينة باتت تتقلق. حاشا سيدي، على الفجر مشات دقت على جارتها، قالت لها يا أخي ما سمعتش الصياح البارح في دارنا؟ قالت لها ما سمعتش ولا باس. قالت لها لا سمعت لا يا رسول لا يا محمد يا علي. قالت لها يا أخي عندكم نافسة. قالت لها اطلب اللطف خيتي وزيد اللطف، تمو جارك بعض عظمة ما تقول لها كلام. قالت لها هي قالت لها هي عند الدجاجة هذه هي نتاع الدجاج. قالت لها لو كان مش اتباض قدامي وهبطت في يدي، لو كان من يحلف لي بالكعبة الشريفة ما صدقوش. اما اسمع خيتي، الكلام راهو هوني بيني وبينك، لو كان مش نعرفك كيف نفسي انا ما نحكي لكش. قالت لها ريح الزمان. ومن حينها مشات دقت على جارتها الاخرى، قالت لها ما سمعتش البارح الصياح قبب في دار فلان ويا رسول يا محمد يا علي؟ الراجل انا ما مش فاهمه شنية نازله وهو يطلق بعض عظمتين. المراه قام رجلها على الصباح قالت له ها هوكا جارك بعض البارح حار عظم. الاخر حانوته كما نقولوا في وسط السوق الوسطى، اخرج يعشق من الباب. وصل للحانوت وقعد جابوا له قهوه. قال القهوجي عمرك سمعت ببلاد من بيض؟ قال له شي بيض؟ قال له عظم. قال له لا حاكلك، هذا كان حبيت تسحلنا اليوم على الصباح. قال له ما لا يا سيدي فلان ما تعرفوا بعض البارح حار عظم. القهواجي رجع لقهوته وجماعة قاعدين، قال يا جماعة فلان الفلاني البارح بعض حارتين عظم. وبدا الخبر يسري، اللي قالوا له حارتين قال 3 حيار، واللي سمع 3 حيار قال 4 حيار، واللي قالوا له 4 حيار قال 5 حيار، حتى ولات قرطل العظم. وانا يا سيدي قال مش على خاطر ناوي النقص في مرتي، نعرف حتى امرأة ما يهنيها لسانها ولو من غير ما تشعر وما تقصدش بها دوانة، اما ما تنجمش تخبي الحاجة لازم تحكيها. وهاك شفت يا سيدي الناس قداش يعرفوا يزيدوا في الكلام، وعمره واحد ما تحكي له حكاية ويعاودها كيف ما سمعتها قد لازم يدعي عليها. وهي على كل حال عظمة ولا تقرطل العظم. ونحمد ربي ونشكره اللي ما تهدرستش وما قلت لهاش لمرتي اللي انا لقيت مخفية باللويز، ولا هما 30 كعبة، واحد يقول 300، وواحد يقول 3000، وواحد يقول 300,000، وواحد يقول 3 ملايين، وواحد يقول 3 ملياردوات، وواحد يقول 3000 مليار، حتى يبلغك الخبر وتقول هذا مش ينافق على الدولة وتبعث كاس الكرايمي. وكان تحب يا سيدي المخيفية راهي باقي مردومة في البقيعة الفلانية، ابعث شكون يحفر عليها ويجيبها لك وتشوف اللي هي ما فيها إلا 30 كعيبة لويس. لا قال له عليك من الله ما تخافش، ومد له كيس ب500 محبوب جايزة على اللي فطنوا بحاجة اللي ما كانش تجي لباله،
يعني المبالغة متاع الناس، واللي تقول له كلمة كيف يعاودها لازم يزيد عليها.